السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ويسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم بتتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. رح نعمل اليوم مع بعض سلطة سيزر. تابعوني للأخير مشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لتحضير سلطة سيزر رح نحتاج أول شي صدر دجاجة كاملة. أول شي غسلنا الصدر كتير منيح وعم نتبله بالملح والفلفل الأسود. وراح أضيف كمان له بودرة الثوم وحوالي معلقة طعام زيت زيتون، كمان معلقة طعام خل، رح نتبل صدور الدجاج بالتتبيلة اللي ضفناها، ورح نتركهم تقريبا نص ساعة لبين ما يشربوا التتبيلة. بالنسبة للخضار اللي رح نستخدمه مع السلطة رح نحتاج خسة كبيرة وكاسة كبيرة ذرة وجزرة وحدة. أول شي بدنا نجيب الخسة ونقطعها. بدنا نقطع الخسة بشكل خشن، يعني قطع خشنة، ما رح بدنا نفرمها ناعمة. فيكن تستخدموا أي نوع خس متوفر عندكم في البيت، بس هذا النوع من الخس بيطلع مع السلطة كتير طيب. بدي أقطع الخسة لمكعبات كبيرة مثل ما انكم شايفين. ورح نستخدم المبشرة مشان نبشر عليها الجزر. بعد ما بشرنا الجزرة بدنا نوزعها على الصحن، صحن السلطة. بعد ما ضفنا الجزر رح نضيف الذرة لها. لتحضير صلصة السلطة رح نحتاج معلقة كبيرة خردل وربع كاس عصير ليمونة. رح نحتاج كمان نص كاس مايو ونص كاسة لبن زبادي. رح نحتاج 100 جرام جبنة موزاريلا مبشورة وكاسة توست محمصة مقطعة. ورح نحتاج كمان ظرف توابل السلطة ومعلقة كبيرة بودرة الثوم. رح نجيب صحن غميق عشان نتبل فيه الصلصة. رح نحط المايو ولبن الزبادي
وفيكن طبعا تستغنوا عن واحد منهم. اللي ما بيحب لبن الزبادي فيه ما يستخدمه، يستخدم المايو. واللي ما بيحب المايو فيه يستخدم بس لبن الزبادي. ورح نضيف الخردل، ورح نضيف معلقة تقريبا كبيرة زيت زيتون، وتوابل السلطة، ورح نضيف كمان بودرة الثوم، ورشة ملح، ورح نضيف عصير الليمون، والجبنة المبشورة، ورح نتبل كل هالمكونات مع بعضها البعض. وهيك بتكون عندي الصلصة جاهزة. بعد ما تركنا صدور الدجاج تتبل حوالي نص ساعة، بدنا نشويهم على الشواية. في عندكن طريقتين، اما بنشويهم على طواية عادية او بنشويهم على شواية الخبز. القرار بيرجع لإلكن. وهلأ بدنا نضيف الصلصة اللي عملناها للسلطة. وهلأ عم نضيف صدور الدجاج بعد ما بردناهن وقطعناهن لقطع صغيرة. بعد ما ضفنا صدور الدجاج المقطعة عم نضيف التوست المحمص المقطع. طبعا هذا طبق السلطة يعتبر وجبة غذائية كاملة، فيه خضار وفيه صلصة وفيه خبز وفيه كمان لحم. واخر شي عم نضيف الجبنة موزاريلا المبشورة. كمان هذا الطبق معروف بالمطاعم العالمية، عند ماكدونالدز ومطاعم الأمريكية بشكل عام. هلا عم نحرك السلطة. وهيك صارت عنا سلطة سيزر جاهزة للأكل. هلا بدي أجربها وأعطيكم رأيي فيها. عن جد كتير طيبة ووجبة كاملة. بتمنى انكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. وألف صحة وهنا. كانت معكم اليوم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.